محدش يعرفهم، وفي الجيش ملهمش اي علاقات ولا ناس تساعدهم. ولو فكر في الوقت ده انه يعمل اي حاجة مع نجيب هيبقى خسر الجمل بما حمل. بس عبد الناصر الصراحة طلع ذكي وفكر في خطة عبقرية، خطة هتخليه يزيح نجيب من طريقه. في الوقت ده كان عنده مشكلتين. المشكلة الاولى ان نجيب بعد نجاح الثورة بقى هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة، وده بسبب انه اكبرهم سنا وانه اعلى رتبة فيهم. ففكر عبد الناصر انه يأمن الجيش، وان اللي يمسك الجيش ده يبقى حد تبعه علشان لما يخلعوا نجيب يضمن ان الامور تفضل مستقرة في الجيش وما يحصلش اي قلق. وفكر جمال عبد الناصر انه يولي المنصب ده لصديقه الصدوق عبد الحكيم عامر، لانه كان عارف ان عبد الحكيم عامر لا يمكن يغدر بيه. وراح جمال عبد الناصر لنجيب وقال له ان احنا عملنا الثورة وانت بقيت رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، وان انت على عادتك بتحب تكافئ الناس اللي حواليك على مجهوداتهم، بس يعني يا ريس انت نسيت تكافئ حد معانا. فنجيب قال له انت تقصد مين؟ فجمال رد وقال له حكيم يا ريس، يعني الثورة ابتدت وهو صاغ ونجحت وهو لسه صاغ، وانا شايف ان انت ترقيه. نجيب كان مفكر ان جمال عبد الناصر عايز عبد الحكيم عامر يوصل لرتبة عقيد مثلا او حاجة، لكن جمال عبد الناصر فضل يضغط على نجيب لحد ما خلى عبد الحكيم عامر يوصل لرتبة لواء، كل ده في 3 شهور. واما المشكلة التانية هي شعبية محمد نجيب الكبيرة في الشارع، بس دي كانت مشكلة بسيطة جنب المشكلة الاولى. وزي ما قلنا ان المهم السيطرة على الجيش، وبدأ عبد الناصر ينفذ خطته وبقى